يقول الدكتور سلمان العودة: واجهت مريم تهمة شنيعة وموقفا صعبا، ومع ذلك قال الله لها: كلي واشربي وقري عينا، عيش حياتك العادية واسعد، فهناك مشاكل حلها عند الله. واعلم أن أكبر مصدر للطاقة الإيجابية في الحياة هو حسن الظن بالله، وأن السبب الرئيسي للصبر على الابتلاءات وتحمل الصعب هو حسن الظن بالله. لا شيء يضيع عند الله. حسن الظن الذي تداريه خلف يأسك سيكون نجاتك حرفيا. يأسك، مجاهدتك وصبرك، كل ذلك يقرب لك الشيء الذي تنتظره لو كان خيرا لك. تذكر أنك لو علمت مقاصد الأقدار لبكيت من سوء ظنك بربك. ربما انتهت الأسباب لكنك مع رب الأسباب. وتذكر قول الشيخ الشعراوي رحمه الله: لا يقلق من كان له أب، فكيف من كان له رب. وتذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو عرضت الأقدار على الإنسان لاختار القدر الذي اختاره الله له. اجعل يقينك بالله هو سر الرضا لكل شيء يحدث لك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.